انا لسه لي كان في عادي سنتين في النادي. فجينا بعد ما ماتش الاسماعيلي كان اخر ماتش كده عندنا، كان في الكاس. كانت في مشاكل يعني، كان بيني وبين كان بين الجهاز، كان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم، كانت في شويه مشاكل كده بيني وبينهم. بس فانا طلبت من المجلس ان انا امشي، بس كانت في معارضه بصراحه يعني. كان الدكتور علي فرج الله كان ممانع ان انا امشي. وبس انا ما قلت لهم لا يا جماعه انا مش هقدر اكمل وكده اهوت. بس فانا جبت لهم عرض من انبي ودفعوا فلوس ومشيت من النادي. انا سبب مشاني من المصري ان انا استغنوا عني، عرضوني للبيع وكده. جالي كذا نادي، بس انا ارتحت، يعني ارتحت الكلام الحاج محمود الشامي رئيس نادي البلديه، فرحت البلديه. عندي عرض نادي الزمالك، وكنت لسه ماضي عقد جديد مع النادي المصري، بس كنت مصمم ان انا كنت ساعتها اروح نادي الزمالك اخد تجربه جديده. كنت قعدت في المصري كان وانا عندي 16 ونص، مشيت وانا عندي حوالي 24 سنه، والوقت انا داخل اهو في 27. فكان عندي عرض الزمالك وكان عرض كويس، وكنت عايز اخد التجربه ديت. فقلت للحاج سيد بعد اذنك يا حاج سيد، والحاج سيد الله يرحمه بصراحه يعني ما وقفش في طريقي ورحب، رغم ان هو كان مصمم ان انا اقعد في النادي المصري، بس رغبتي حسمت الموقف يعني. والله وانا كان في عهد مجلس الاداره السابق، كنت انا عملت عمليه تقريبا السنه اللي فاتت. كانت في بدايه السنه مع الكابتن حلمي طولان، فعملت العمليه. يعني ربنا ما قدرش ليا، يعني الاصابه كانت الحمد لله يعني، وحاجه بتاعت ربنا. فعملتها تاني، فالنادي ما صرفش عليا، واضطريت ان انا اعمل عمليات على حسابي، وان انا اكمل المشوار لوحدي بدون النادي ما يقف جنبي يعني خالص. بس وكملت في اخر السنه، حتى ما حصلش اي مشكله مع النادي خالص. اللي هو المشكله اللي انا عملت كل حاجه على حسابي ومفيش مشاكل عادي، لان ده بيتي وانا يعني مفيش مشاكل. يعني النادي المصري ده انا اتمنى ان انا العب فيه. بس فوجئت باخر السنه بتلاقيت في الجرايد مكتوب الاستغناء عني، حتى بدون ما حد يختارني اللي انا مشيت. بس فاتصل يا جماعه انا مشيت ولا قاعد؟ طب عرفوني عشان امشي. لا والله لسه ما نعرفش، لا كمان شويه. فانا فوجئت بالجرايد في اخر السنه تلاقي اسمي مع الناس المستبعده، فاضطريت ان انا امشي. بس هو ده كل اللي حصل. أنا عقدي في الأربع سنين أو 5 سنين كان حوالي 130 ألف تقريبا، يعني في الأربع سنين كلهم. فطلبت من كان كابتن عوض الحارثي مدير النادي، كان في اجتماع مجلس إدارة، فبلغته إن أنا عايز أغير عقدي، لأن ده طبعا يعني عقد ما ينفعش الناس صغير يعني. ف قلت له إن أنا عايز أغير العقد وأتعمل عقد محترم يناسب ظروفي يعني. فطلب من مجلس الإدارة وقتها مجلس الإدارة ما رفض الكلام ده، فطلبوا مني إن أنا أدفع فلوس عشان أسيب النادي كمان يعني. فأنا طبعا قلت لهم ما ينفعش، أنا راجل ما بلعبش، وما ينفعش إن أنا ما فيش فرق دلوقتي هتدفع لي فلوس والكلام ده. عدى وقت يعني، فكانوا هم طلعوا معسكر إسماعيلية، فلقيتهم بيكلموني. كان مين المدير الفني في وقتها؟ كان الكابتن صلاح، كان كابتن علي معايا. فكلموني قالوا لي تعالى المعسكر، خلاص المشكلة اتحلت وهتبقى موجود معانا وكده يعني. فرحت المعسكر، قعدت معاهم أسبوعين تقريبا، واشتغلت كويس الحمد لله واتمرنت، وبعدين خدنا اجازه يومين. فوجئت بعد ما رجعنا في الاجازه لقيت الكابتن عوض برضو بيكلمني، بيقول لي يا محمد انت ما تأيدتش قايمه اولى، ومن حقك انك تمشي تروح في اي حته يعني.